يعني احنا لازم نعذر الاستاذ هيكل، الاستاذ هيكل عدى 90. الموضوع ده مختلق اصلا ملوش اساس. يعني انا كان نفسي اتكلم اقول لا ده فهم دي غلط او فهم دي صح. انا قلت للاستاذه لميس في التليفون لا ابعت لنا الورق. طب قولوا اسم واحد من الورثه، هو ما اعرفش مين الورثه. لان هيكل لم يكن على صله اصله، حتى هو لو كان صله بالرؤساء وكان بيكتب لهم الخطابات او كذا او كذا، انما ابو غزاله بالذات ما كانش له صديق، ما كانش له همان، يعني ما تخصص مساعد لنفسه يقدر يقربه ليه او يقول هذا الشخص من السلطه مقرب الي، او كان يتكئ على احد، يعني ما كانش يحط رجله فوق كتف حد عشان يطلع. كل الامور جات له قدريه، ما رشحش نفسه، ما قالش انا عايز ابقى كذا. هو يعني لم يصل اليك الورق بتاع القضيه بتاعت الاستاذ هيكل؟ ولن يصل لانه غير موجود. ما انا قلت كده برضه الاستاذه لميس، هو غير موجود. انا اعتقد الاستاذه لميس يعني خدعت في الموضوع، لان الحقيقه ان هذا الامر ان يخرج مختلقا من الاستاذ هيكل ده امر غير متصور. وانا طبعا مش عايز اقول عليه كلمه فهو بقى يقدم فيها بلاغ. انا مش طرف، لكن انا بقول ان هو استاذ كبير ما كان ينبغي ان يدخل في هذا المدخل. ليه؟ لان انا عارف كويس قوي ان هو ما يعرفش اسماء الورثه حتى لو شاف اسمائهم. طب قالوا ان دول ورثه ابو غزاله، طب ما هو كان لازم ينشر هذا الكلام من زمان كرجل شريف. انما الموضوع مختلق، مالوش وجود اصلا عشان اقدر اصلح الفهم. يعني ملوش وجود. قول ان امريكا عملت تحقيقات مع فلان وفلان سنه 80، ماشي، هنمشيها مع بعض. قول ان كذا وكذا كانوا بيحققوا مع حسين سالم، والله امشيها لك برضه، واستمعوا الى اقوال حسني مبارك واقوال فلان امشي لك كل الحاجات دي على اساس ان هي اخبار. لكن نيجي عند ابو غزاله، اولا المبلغ اللي انت قلته ده مليار، 100 مليون ده دولار. مليار. حياه الراجل لا تدل على انه شاف المليار لسه. يعني هو مات يمكن قبل، اقول لحضرتك يعني السكن الحقيقي بتاعه انتوا صورتوه، ده السكن الحقيقي اللي قعد فيه لغايه لما بقى ملحق عسكري. في هذا الشارع كان بينزل هو لواء يركب عربيته من قدام، اسمه شارع المهدي. طيب تعالى بعد كده انتقل الى منزل الوزير، ده امر طبيعي، سكن حكومي يعني. طب السكن اللي هو عاش فيه بقى، وده اللي لازم نعرفه، عباره عن قطعه ارض في مدينه نصر، اعتقد في الحي السابع، شركه بينه وبين عديله اللي هو متجوز اخت زوجته يعني، واشتركوا مع بعض، هو بنى النص وده بنى النص، وده سكن عياله وده سكن عياله. ما احوجه الى ذلك يعني بالعقل يعني. هل كان الاستاذ هيكل تفتكر بيقصد القضيه التي اثيرت في الثمانينات حوالين الشركه التي كونت بين حسين سالم وكمال حسن علي؟ ما كانش قال الورثه، ما كانش قال الورثه، ما كانش قال الورثه. ده هو بيتكلم عن قضيه المفروض حديثه وقرأها. وطبعا انا يعني عايز احكي للاستاذ هيكل ان هذا الموضوع ازعجنا كثيرا وازعج الناس في مصر كلها، لان انت اصبت رجل مجمع عليه، وده نادر جدا. بتتكلم على وزير دفاع عنده 100 مليون دولار، طب جابوا منين؟ انت يعني يعني اثرت التساؤل واثرت الشكوك حوالين شخصيه مجمع عليها، مجمع عليها في التاريخ المصري. وخد بال حضرتك، اي وزير ذهب لا يذكر في مصر، واي وزير دفاع رغم بطولاته، يعني عبد المنعم رياض عشان سمينا عبد المنعم رياض، ده احنا بنقول عبد المنعم. ابو غزاله حفظت ذاكرته والاعجاب به من غير يد معاونه، صح، من غير اي تسجيل كمان. لدرجه اني انا يعني توجهت في اكثر من برنامج، ويمكن توجهت توجه شخصي للسيسي في مقابله بان انت عملت عمل عظيم قوي ما حدش عمله قبل كده لما سميت الكوبري عبد الحليم غزاله. قال لي ازاي بتتكلم كده؟ ده هو استاذ الجيل ده في العسكريين. دي اعتقد اول لفتة اهتمام اشوفها بعناية. انما حفظت ذكر ابو غزاله عند سواق التاكسي قبل ما يكون حد تاني. انت لو سالت، معلش انا مش بحقر من شان بقيه الرتب واحمد بدوي كل دول، لكن طبيعه التاريخ يعني. لكن لو سالتهم ربما لن يذكروا. انما ابو غزاله حضرتك اللي مر عليه الان داخل في عشرات السنين ومات بقاله سنين، واراد حسني مبارك ان ينساه الناس، فمن حيث لا يدري وجد ان الذاكره دايما ممكن تفقد اشياء كثيره.